علم جديد لمصر. ما هي إشكالية العلم المصري الحالي؟ وهل يحتاج العلم المصري فعلا إلى التغيير؟ وإذا اتفقنا أن هناك إشكالية بالعلم، ما هو شكل التغيير المطلوب؟ وما هو منطقه وهدفه؟ هو ده اللي احنا هنناقشه في الدقائق القادمة من خلال هذا البرزنتيشن لتاريخ العلم المصري، مع استعراض 8 تغييرات أجريت على العلم المصري خلال 200 سنة الماضية. فيكسلوم هو الاسم اللاتيني للعلم، وهناك علم لدراسة تاريخ وتصميم الأعلام يطلق عليه فيكسولوجي، وتوجد أيضا فيدرالية دولية لجمعيات دراسة الأعلام يطلق عليها فياف، ولها علم مميز بها. الأعلام ليست فقط سياسية، ولكن منها أنواع كثيرة، فمنها الحربية مثل علم القوات الجوية الملكية البريطانية، ومنها الدولية مثل العلم الشهير لمنظمة الأمم المتحدة. هناك أيضا أعلام رياضية مثل الأعلام التي تستخدم في سباقات السيارات، وأعتقد أن الكثير منا يعرف علم نادي برشلونة الأسباني. هناك أعلام دينية مثل العلم المميز للجماعات الأصولية الإسلامية، وأيضا العلم الذي يرمز إلى مسيحيين أوروبا وأمريكا. بدأت الأعلام كرايات كانت تستخدم لحشد الجيوش وفي أوقات الحرب. أول من استخدم الرايات روما القديمة وبلاد فارس، حيث كان يطلق على الراية درفش كياني. وأيضا ظهرت الرايات في مصر القديمة، حيث كانت ترفع أمام صروح المعابد وتصاحب مواكب الملوك. أقدم علم رسمي لدولة في العالم هو علم الدنمارك، يعود إلى القرن 13، واستوحيت منه أعلام الدول الإسكندنافية مثل النرويج والسويد وفنلندا. علم هولندا هو أول علم ثلاثي اللون، ويعود للعام 1574، واستوحيت منه أعلام ألمانيا وروسيا. أول علم لجمهورية هو علم فرنسا سنة 1794، واستوحيت منه أعلام إيطاليا، أيرلندا ورومانيا. من الأعلام الشهيرة علم المملكة المتحدة، والمستخدم منذ عام 1801، واستوحيت منه أعلام لدول كانت مستعمرات بريطانية مثل أستراليا ونيوزيلندا. الأعلام ألوان تعكس جغرافيا وتاريخ. العالم يقسم جغرافيا إلى مجموعات لونية بالنسبة للأعلام، مثل المنظومة اللونية أو الباليتة اللونية للدول الإفريقية، والتي تتكون من اللون الأحمر، الأخضر والأصفر. واستوحيت هذه الباليتة اللونية من علم إثيوبيا، أقدم أعلام القارة الإفريقية. وتتكرر هذه الباليتة في أعلام مثل أعلام توغو، السنغال وغانا. وبالمثل نجد منظومة ألوان الدول الإسلامية مستوحاة من العلم التركي. الأحمر يتوسطه الهلال والنجمة الخماسية، والذي أصبح رمز للإسلام. ويتكرر تصميم العلم التركي ولونه في أعلام دول مثل الجزائر، باكستان وتونس. معظم أعلام الدول العربية تشترك في منظومة لونية أو باليتة مشتركة مستوحاة من علم الثورة العربية الكبرى سنة 1916.
والتي قامت بها القوات العربية في الأردن والحجاز ضد العثمانيين بمساعدة القوات البريطانية. وألوان هذا العلم هي الأسود، الأخضر، الأبيض، والأحمر. تتكرر ألوان علم الثورة العربية بصورة واضحة في أعلام كثير من الدول العربية مثل الأردن، الكويت، السودان، سوريا، العراق، اليمن، فلسطين، وبالطبع مصر. ولكن المفاجأة أن مصمم علم الثورة العربية الكبرى لم يكن مصريا أو حتى عربيا، ولكنه السير مارك سايكس، الدبلوماسي المحنك والعسكري البريطاني الذي شارك في مؤتمر تقسيم الوطن العربي بعد الحرب العالمية الأولى فيما يعرف الآن بمؤتمر سايكس بيكو سنة 1916. وكذلك كان وللأسف له بصمات واضحة في إعلان بلفور 1917، والذي وعد بإنشاء دولة لليهود على أرض فلسطين العربية. وأنا أعتقد أن هذه الحقائق التاريخية مدعاة لكي نعيد النظر في تصميم العلم المصري، ولكن من رؤية مصرية. تاريخ العلم المصري بدأ رسميا مع نهاية القرن الثامن عشر، ولما كانت مصر ما زالت ولاية عثمانية كان من الطبيعي أن يكون علمها هو علم الإمبراطورية العثمانية، والذي استمر حتى عام 1844 ليتغير بعد ذلك إلى ما يعرف بعلم محمد علي باشا، الذي استبدلت فيه النجمة السباعية إلى نجمة خماسية. ويستمر علم محمد علي حتى العام 1867 ليتغير مع تولي الخديوي إسماعيل إلى العلم الأحمر والهلال الذي يحتضن 3 نجوم. وفي العام 1881 ومع بداية الاحتلال البريطاني لمصر يتغير العلم إلى الأحمر و3 أهلة تحتضن 3 نجوم، ويستمر حتى 1914. كان هذا هو الشعار الرسمي لمصر طوال فترة حكم محمد علي باشا في القرن التاسع عشر وحتى بداية الحرب العالمية الأولى. وكما نرى فهو شعار يرمز للتبعية التركية أكثر مما يشير إلى أي هوية مصرية. تبدأ المملكة المصرية في العام 1922 وتستمر حتى 1953 بالعلم الأخضر والهلال الذي يحتضن 3 نجوم وبنفس الشعار الملكي. وربما نجح هذا العلم رغم تصميمه التركي في الإشارة من خلال 3 نجوم إلى فترة من التجانس والتعايش بين الأديان السماوية ال3 في المنتصف الأول من القرن العشرين. تبدأ بعد ثورة 1952 الجمهورية المصرية الأولى بالعلم الثلاثي الألوان الأحمر، الأبيض، والأسود، والمستمد من باليتة علم الثورة العربية الكبرى، ويتوسطه نسر صلاح الدين الأيوبي. في العام 1958 يتغير العلم مع الاحتفاظ بنفس الألوان، ولكن ليتوسطه نجمتان بلون أخضر رمز الاتحاد مع سوريا، ويستمر هذا العلم حتى 1972. وكان شعار الدولة في تلك الأثناء نسر صلاح الدين الأيوبي، والذي في الواقع يرمز إلى مشروع الوحدة العربية أكثر مما يشير إلى الهوية المصرية. يتغير العلم مرة أخرى مع تولي أنور السادات عام 1972 ليحل صقر قريش
وهو رمز لا يمت لمصر بأي صلة محل نسر صلاح الدين الأيوبي. وللمرة الثامنة يتغير العلم سنة 1984 في عهد حسني مبارك ليختفي صقر قريش ويحل محله مرة أخرى نسر صلاح الدين الأيوبي. ومع كامل احترامنا لهذه الشخصية التاريخية، إلا أنه كردي ولد في تكريت ومدفون في دمشق، ومن الصعب أن نربط شخصية صلاح الدين الأيوبي بالهوية المصرية. نستطيع أن نخلص إلى أن تصميم الأعلام يعتمد على تنويعات لونية تجعل من الكرة الأرضية كرة ملونة، ولكن ما يميز هذه الأعلام والألوان هو الشعار الذي من المفترض أن يشير ويرمز بقوة لتاريخ وثقافة البلد الذي يمثلها. من أمثلة الأعلام ذات الشعارات قوية الدلالة علم الاتحاد السوفيتي سابقا برمز المنجل والمطرقة والذي يرمز بقوة لمفهوم الاشتراكية، علم اليابان برمز الشمس الساطعة الذي يميز فرسان الساموراي، علم كندا برمز ورقة الميبل الشهيرة، وأيضا علم إسرائيل تتوسطه نجمة داوود رمز اليهودية في العالم. مما لا شك فيه أن التاريخ والميراث الثقافي المصري القديم يزخر بالعديد من الرموز والموتيفات التي تصلح لأن تكون رمزا وشعار لمصر، مثل العنخ رمز الحياة، الخرطوش الملكي، عين حورس، والشن رمز الخلود للمصري القديم. الموتيفات المصرية القوية الدلالة لا حصر لها مثل مراكب الشمس، المسلات، والجعران المجنح، وكلها رموز لا تخطئها العين وترمز بقوة إلى الهوية المصرية. هناك تصميمات عديدة لعلم جديد لمصر، ولكنها غير قابلة للتنفيذ لعدة أسباب، ولكن من أهمها بعدها عن الباليتة اللونية المتعارف عليها للمنظومة العربية، واعتمادها تصاميم ورموز تمثل صدمة تشكيلية وبصرية لرجل الشارع المصري الذي ارتاح وعيه لرؤية العلم الثلاثي الألوان الأحمر الأبيض والأسود على مدى 6 قرون وخلال أيام ثورته المجيدة في 25 يناير 2011. أنا أرى أن إشكالية العلم المصري تماثل تماما الإشكالية التي مر بها العلم الهندي في منتصف القرن العشرين، وذلك بعد استقلال الهند، حينما اعتمد علم مماثل لعلم مصر ثلاثي الألوان، ولكن كانت المعضلة في اختيار الرمز الذي يتوسط العلم الدائرة ذات السنون، والذي في البداية كانت ترمز لعجلة الغزل الخاصة بالمهاتما غاندي، ولكن ارتأت النخبة المثقفة والوطنية بالهند أن الرمز لدولة عريقة مثل الهند يجب أن يعود إلى جذور أقدم من غاندي، فكان التغيير أو بالأحرى التجديد في العالم الهندي تم استبدال عجلة الغزل لغاندي بعجلة القانون للإمبراطور أشوكا، والذي له مكانة هامة في التاريخ الهندي القديم. بالمثل يمكن أن نطبق مثال الهند لحل إشكالية العلم المصري، ولكن دعونا نسأل أولا: ما هو التغيير الذي حدث للعلم المصري دون أن يحدث صدام مع ثوابت بصرية وسياسية؟ لعل الجميع يتفق أن التغيير من صقر قريش إلى نسر صلاح الدين والذي حدث عام 1984 لم يلاحظه عامة الشعب المصري على الإطلاق، وذلك لتشابه الرمزين. انطلاقا من هذا التصور، نحن في حاجة إلى رمز يماثل طبيعة نسر صلاح الدين البيولوجية والتشكيلية
مع الاحتفاظ بالباليتة اللونية كما هي، ومع البحث في ميراثنا المصري القديم، سنجد وعلى الفور أن الصقر حورس يقدم لنا الحل الأمثل لإشكالية العلم المصري الحالي. الصقر حورس في التاريخ والميثولوجي المصري القديم هو بطل الأسطورة الأوزيرية الشهيرة، وهو رمز الحماية لمصر وملوكها. إن تصورنا لتجديد العلم المصري يتمثل في استحضار الصقر حورس كما هو مصور على الآثار المصرية القديمة، إزالة نسر صلاح الدين ليحل محله الصقر العظيم حورس، ليعود ويمنح مصر الحماية والهوية والتميز. في الدقائق الماضية من هذا البرزنتيشن تطرقنا إلى إشكالية العلم المصري، واستعرضنا المرات الثمانية التي تغير فيها العلم المصري منذ أواخر القرن 18 وحتى الآن، مع التركيز على عدم نجاح أي من هذه التغييرات الثمانية للعلم في التعبير عن الهوية المصرية. وخلصنا في النهاية إلى أن الحل لإشكالية العلم المصري تتمثل في استبدال نسر صلاح الدين بالصقر حورس، مع الاحتفاظ بالباليتة اللونية التي ارتاح لها الوعي الجمعي للشعب المصري أثناء وقائع ثورة 25 يناير 2011. وهكذا يعود حورس من التراث المصري العريق لكي يعبر وبقوة عن مصر وهويتها التي ضلت الطريق خلال تاريخ العلم المصري على مدار قرنين من الزمان.